عندنا في البلد قاعدين يتفقوا اذا كانوا هينتخبوا ولد الحاج اسماعيل ولا ولد الحاج عربي عمده لاهل البلد، وقاعدين يتكلموا في انتخابات الحته وسايبين الانتخابات اللي قربت. فبسأل الجماعه عنديني، طلعت ما تعرفش معلومه بجنيه عن الانتخابات، ولا عارفه انواع الانتخابات، ولا الدول بتعمل ايه، ولا الحكايه بدأت منين. قلت لها تعالى يا ام رضا اما احكي لك حكايه الانتخابات دي. الشاي يا محمد. نظام الانتخابات ده قديم قوي، يمكن من قبل ما يخترعوا حاجة اسمها رئيس أصلا، بس كانوا هيعملوا كده عشان يقدر الشعب يختار حد يحكمه. ما هي مش هتمشي سلطة كده يعني، مهما كان برضك لازم واحد يقول يمين يمين شمال شمال، ودي طريقة منظمة الصراحة، وخصوصا لما تكون على مستوى دولة، ومن زمان هيستخدموها من أيام الإغريق أو اليونان القديم. أيام القرن الخامس قبل الميلاد على التشريعات التنفيذية والقوانين كانوا بيسموها أول ديمقراطية في العالم، وكان اللي من حقه ينتخب هم بس الرجالة، إنما الأجانب أو العبيد أو الستات لا. ودول ما كانوش عدد بسيط خالص، دول كانوا من 30,000 ل 50,000 شخص من السكان اللي كان عددهم أساسا 250,000. والعالم كله فضل يخترع في طرق مختلفة للانتخابات على حسب كل دولة وثقافتها. في الأول يعملوا حاجة اسمها اقتراع سري، وده عشان المواطنين العاديين ما يشغلهمش حق الانتخاب أصلا، وكان هيتعمل في الولايات اليونانية غير أثينا. إنما يا أخويا أنت وهو، أول دولة بقى تجرب موضوع الانتخابات دي كانت الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هي أمريكا يعني لا مؤاخذة، سنة 1789، يعني أقدم من بلد اللي ما يتسموش. والموضوع نجح هناك، اللهم صل على النبي، والعالم كله بقى على لسانه الانتخابات الانتخابات. إنما موقع إذاعة سويسري قال لك إن نيوزيلندا أول دولة يبقى للست حق للتصويت. بس يا سيدي، ومن يومها الدول بدأت واحد ورا التانية كل يوم تقول لك احنا عندنا انتخابات، وشي بقى رئاسة وشي برلمان وشي دستور وهكذا. لكن بقى أمريكا عملت مهموس في شعبها يطلع من وسط اختياراتهم في التصويت. أمريكا عملتها سنة 2000 وسنة 2016، وهو انتخابات الرئيس بشكل غير مباشر من خلال المرحلتين، تصويت شعبي في كل ولاية لانتخاب أعضاء المجمع الانتخابي اللي مهمته إن ينتخب الرئيس في الآخر. وده معناه إنه ممكن رئيس يتم انتخابه ما كانش أساسا كسبان بالأغلبية الأصوات على المستوى الوطني. ده مش هيكون أغرب من الهند اللي قدرت تعمل انتخابات بتعداد 900 مليون نسمة في 2019، وحاولت إنها تستعد لكل دول كويس كمان. في الهند كان معروف في مراكز صناديق الانتخابات عنديه انها بتتسرق بسهوله، وفي ناس بتزور التصويت. جابت لجنه الانتخابات الهنديه المسؤوله تعمل لهم نظام بتقنيه التعرف على الوشوش عشان ما تخمش يا ابو عمو، وكمان التصويت الكترونيا عشان يبقى اخرك مره واحده. انما تعرف ان في بريطانيا وقبل سنه 1832 حوالي 500,000 شخص بس هم اللي كان حقهم يصوتوا وينتخبوا، وده عشان هم احرار، عنده املاك واراضي ما تقلش قيمتها عن 40 شيلين، وعايش في بيت فيه بوتاجاز تقدر تغلي عليه ميه. في منطقه اسمها ابو تلاب كانت بتمنع حق التصويت لو انت ما عندكش بيت جاهز ببوتاجاز وعفشه ميه. الرموز يا سيدي اتعملت في الاول بهدف انها ترشد الاميين اللي المفروض ينتخبوا ومش بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا، وبعدها بقى كل مترشح بيحاول ينقي رمز له مدلول. والموضوع ده في دول كتير مختلفة، مش بس اللي عندهم نسبة أمية عالية. وأنا اللي كنت فاكرها لعبة، ما سألتش روحك ليه ما تملاش استمارة زي ورقة الحكومة كده؟ وليه أصلا ورق وصناديق؟ وليه لازم تكون شفافة؟ عشان تتأكد إن محدش جه جارها لحد ميعاد الفرز. خلاصة الحكاية، أول لما تسمع إن في انتخابات انزل واختار اللي أنت عايزه، لأن كلمتك تفرق وبتحدد مستقبل عيالك وأسرتك ووطنك. بس كده، قفل أوقات.